بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. احنا الفيديو اللي فات اتكلمنا كده، دردشنا مع بعض عن الاكسس ليست، عن انواع الاكسس ليست. اتفقنا ان انا عندي ستاندرد اكسس ليست، اكستندد، وان النيمد والنمبرد هم طريقتين لكتابة الاكسس ليست، هم مش انواع اكسس ليست. تمام. طب تعالى كده بس ايه نعمل ريفريشمنت كده، يعني ايه اكسس ليست؟ احنا قلنا ان الاكسس ليست هي عبارة عن ان انا بعمل حاجة اسمها ترافيك ايدنتيفيكيشن، او بنكنترول الباكيت. يعني ايه كنترول الباكيت او ترافيك ايدنتيفيكيشن؟ هو هنا بيقولك ان الاكسس ليست بتانيبل الادمنستريتور تو كريت ا سيت اوف رول. يعني ايه سيت اوف رول؟ طب سيت اوف رول من ايه؟ من بيرميت وديناي. اوكي. يعني هي مجموعة، هي قائمة كده كبيرة فيها مجموعة من الرولز، عبارة عن permit و deny، يعني أسمح لك وأمنعك. أسمح لك وأمنعك هي دي اللي اسمها traffic identified أو traffic identification. تمام؟ طيب، وقلنا إن أنا عندي standard access list و extended access list. النهاردة هنتكلم deeply وهنشتغل عملي على ال standard access list. إيه هي ال standard access list؟ طيب، تعال ننزل تحت كده ونشوف ال standard access list. احنا قلنا ان الستاندرد اكسس ليست هي ابسط انواع الاكسس ليست. هي يعني بتهتم اكتر بالسورس، هي ماليش دعوه بالديستنيشن، انا ماليش دعوه انت رايح فين. انا ليا دعوه انت مين. احمد، امنع احمد بس خلاص. امنع احمد يعمل ايه؟ امنع احمد يعمل كل حاجه. امنع احمد انه يطلع من مكانه. اسمح لاحمد انه يروح اي حته. زي ما حتى ضربنا مثل وقلت انا يقفل الباب كله، يشيل الباب خالص. تمام. فهي ابسط انواع الاكسس ليست. هي بتتشيك السورس بس، هو ملوش دعوة انت رايح فين. انا ليا دعوة انت مين. تمام. بقول لك ايه، تعالى كده نخش على اللاب على طول. انا هحاول اعمل بالانس كده ما بين الفي ام وير او ما بين البينت لاب والباكيت تريسر، عشان في ناس يعني اللابات ايه، مش اي لاب برضو شغل في ام وير وكده، فطالما حاجة نقدر نشتغلها هنا نشتغلها هنا. طيب، تعالى كده نجيب روتر هنا ونجيب سويتش. انا مش هعمل اي كونفيجريشن على السويتش خالص. تمام. مش هعمل اي كونفيجريشن على السويتش ده خالص. تعالى كده نجيب بي سيز. نجيب مثلا 4، 1 2 3 4، دول كده 5 يا عم 6. تمام، مش هزعلك. تعالى كده نوصلهم، نوصل ده بده وده ده. اوكي. اول حاجه زي ما انت شايف كده ان الراوتر عندي بيجي ان الانترفيسز بتاعته باي ديفولت بتبقى شات داون، عكس السويتش. السويتش بيبقى فيه حاجه اسمها البي ام بي، بلاج اند بلاي. اوكي. تعال نخش على الروتر بتاعنا، ندي للانترفيس دي اي بي ونشغلها ونبدا بقى نشتغل الاكسس ليست بتاعتنا. هنا هقول له نو، احنا ناس بروفيشنال، انت هتدخلني على دايلوج ومنيو وبتاع؟ لا، احنا ناس بروفيشنال، نكتب احنا الكونفيجريشن بايدنا. كونفيتي. هخش على انترفيس كيجا، جيج 0 على 0 على 0. هديها اي بي ادرس 192 168 1.1، والسبنت ماسك على 24، وهديها واحدة ايه نو شات داون. اوكي. انا واقف الفيديو، هدي للبي سيز دول هعمل لهم اسايننج للاي بيز وارجع تاني. اوكي، انا كل اللي عملته ان انا عملت اساين للاي بيز دي على الاجهزه دي. تمام. ابتديت من ده، يبقى الاي بي بتاعه 192 168 1 10 مرورا لغايه 15، والجيت واي بتاعهم مين؟ هو الراوتر بتاعي. طيب، تعالى كده بقى نعمل ستاندرد اكسس ليست، نمبر ستاندرد اكسس ليست. واتفقنا ان فكره النمبر ده اكسس ليست او طريقه الكتابه النمبر دي ان انا عاوز افهم الروتر بتاعي ان انا عاوز اكتب ستاندرد اكسس ليست من غير ما اكتب انها ستاندرد اكسس ليست. بمعنى ايه؟ تعالى النمبر ده، يعني انا لو كتبت اكسس ليست 50، الروتر هيقول لك ايوه 50 ده مثلا ده رقم ما بين الواحد للتسعة وتسعين. تمام، يبقى انت كده عاوز تعمل ستاندرد اكسس ليست. او لو قلت له رقم 1500،
1500، فده رقم ما بين ال 1300 ل 1999، يبقى دي ستاندرد اكسس ليست. يبقى انا كده قلت للروتر ان انا عايز اعمل ستاندرد اكسس ليست من غير ما اقول له انها ستاندرد. تمام. طيب تعالى هقول له اكسس ليست 10، بس هو كده فهم ان ده رقم من 1 ل 99، فدي ستاندرد. تمام. عاوز ايه؟ تعالى كده نديناي، نمنع. احنا اتفقنا ان الستاندرد يمنع يسمح. امنع بايه؟ هي هتمنع كله، اذا تتحرك من مكانك ما تتحركش. ديناي مثلا، تعالى نمنع الاي بي ده. ال- تعالى بس الاول اقول لك، لما بقى اكتب ديناي عندي ثلاث حاجات ممكن اكتبهم. يا اما اكتب ادرس تو ماتش، يعني مجموعه اي بيز، ممكن تكون نتورك كامله، ممكن تكون نص نتورك، ربع نتورك، كل ده هنقوله ان شاء الله. اني تمنع اي حد، الشبكه دي كلها، الناس اللي جايه من هنا كلها، كل اللي في الاكسس ليست دي ما يطلعوش او كلهم يطلعوا. ولا هوست، هوست ده يعني اي بي بعينه، اي بي بعينه. احنا عايزين نمنع اي بي بعينه، صح؟ اللي هو الراجل ده. خلاص اقول له هوست 192 168 1 دوت 10. احنا كده منعنا. تعال نشوف الراجل ده هيبنج ولا مش هيبنج. المفروض ما يبنجش. 192 168 نبنج على الروتر كده. الله، ده بيبنج. هو هيبنج. انت دلوقتي كتبت للراوتر بتاعك اكسس ليست 10 ديناي الاي بي ده. الراوتر بتاعك هيقول لك ايوه تمام شكرا ماشي، وبعدين؟ يا ابني هو الراوتر عارف فين الراجل ده؟ يعني انا دلوقتي بقول لك امنع احمد، حاضر. انا عندي اربع اوض او عندي اربع مداخل للاوضه بتاعتي. احمد ده هيجي لي منين؟ احمد ده فين؟ يبقى الاكسس ليست في خطوتين: بتكريت الاكسس ليست وتفعلها. طب انا هفعلها ازاي؟ تعال اقول لك. فعلها دي يعني يلا حط الفلتر. بمعنى الراجل ده، الراجل ده لو انا عندي هنا انترنت، الراجل ده عشان يروح يكلم الانترنت هيعدي ازاي؟ هيعدي هنا. يبقى الراجل ده جاي من ناحية مين؟ من ناحية الانترفيس دي. فتعالى بص، خلاص احنا كده عرفنا ان الراجل ده جاي ناحية الانترفيس اللي اسمها جيج 0 على 0 على 0. طيب عايزين بقى نفعل الاكسس ليست. هقول له عارف يا راوتر الاكسس جروب؟ ايه ده، مش كانت فوق اسمها اكسس ليست؟ مش احنا اتفقنا ان الاكسس ليست هي ليست او سيت اوف رولز، مجموعة من الرولز؟ اهي المجموعة دي يعني جروب. سهلة وبسيطة. تمام. كانت رقمها كام؟ 10. بص بقى، علامة استفهام كده. قال لك ان ولا اوت. تعال نفهم حتة ان ولا اوت دي. تعال نفهمها. حط نفسك مكان الراجل الغلبان ده، والراجل ده عاوز يطلع للإنترنت. الراجل ده عاوز يطلع للإنترنت وأنا عاوز أمنعه. إن يعني داخل، وأوت يعني خارج. هل منطقي يعني من العقل كده، من العقل، إن أنا أدخل الترافيك ده عند الراوتر وأعمل له بروسيسنج، وهو خارج أقول له إيه ده؟ أنت المفروض يحصل لك دروب، أقع. طب وليه بقى المرمطة دي؟ يعني يعني هي الفكرة كلها، وليه المرمطة دي؟ مكان من الأول، من الأول والراجل ده جاي، احط الفلتر بتاعي هنا واروح اعمل له دروب، اقول له لا، اقع، تطلعش، بدل ما يحصل له بروسيسنج جوه وفي الاخر. طب وليه يا عم كل ده؟ فحط نفسك مكان الروتر. الترافيك اللي جاي لي من 1 10 اللي انا همنعه، هو في الاصل داخل لي ولا خارج مني؟ داخل لي. بس فهقول له ايه؟ تعالى هنا اقول له ان انتر. تعالى نشوف الراجل ده هيبنج ولا هنا كان بيبنج. تعالى هنا قال لك destination host unreachable. هو مش unreachable، انت بتيجي تخش على الروتر يحصل لك ديسكارد. طب تعال نشوف 1 11 ده هيعمل ايه. هقول له بينج 192 168 1.1. الله، وانا مال انا يا لمبي؟ يا عم انت واحد منعت ده وقلت ده ما يطلعش، انا مالي؟ وده نفس الكلام وده نفس. طب احنا مالنا يا عم؟ احنا مالناش دعوة بالكلام ده كله. لان الاكسس ليست في سطر، في سطر. تعالى كده نقول دو شو اي بي
اكسس ليست عشان نشوف الاكسس ليست اللي عندنا. بص، في سطر مكتوب هنا انت مش شايفه، مكتوب هنا كده. السطر ده اسمه implicit deny. يعني ايه implicit deny؟ الديناي المطلق. دلوقتي انا قلت امنع احمد، جالي محمد. طب انا امنعه ولا اسمح له؟ انت قلت لي امنع محمد، انت قلت لي امنع احمد، وجالي محمد، اعمل ايه؟ همنعه فور سكيورتي. انا ما اعرفكش، انا محدش قال لي عليك. انا قلت ما تطلعش محمود. عبد الله جه يطلع، ما حدش قال لي عليك حاجه، فما تطلعش لغايه ما حد يقول لي اطلع محمود. اتفقنا؟ فانا كان لازم اقول له بيرميت اي حد تاني. طب اي حد تاني دي تتكتب ازاي؟ تعالى هقول له اكسس ليست. نطلع من هنا الاول، وهقول له ايه؟ اكسس ليست اللي كانت اسمها 10 ممكن تبرميت اني. وتعالى كده نجرب تاني. شكرا. خلاص، ده زي ما هو destination host unreachable. الكلام ده باختصار يعني ايه؟ تعالى كده نشوف الاكسس ليست تاني. اكسس ليست. بص يا سيدي، الاكسس ليست بتمشي سيكونس لاين باي لاين. انا جالي 192 162 1.10. ببص في القايمه عندي 1.10، انت معمول لك ديناي، اقعد خلاص، انا مش هبص على السطر اللي بعده. طب انا جالي 1.11، يمسك الليسته من اولها. انا مكتوب ديناي هوست 192 163 1.10، انت دوت 10؟ لا انا 1.11. خلاص يبقى انت مش السطر ده، هنزل السطر اللي بعده. لو انا لما انا ما كنتش كاتب بيرميت اني، كانت في حاجه زي ما اتفقنا هنا اسمها الامبليسيت ديناي، يعني ديناي اني، فانا اتطبق عليا الديناي اني. بس دلوقتي انا اتطبق عليا البيرميت اني. يعني انا جيت قلت للراوتر امنع احمد واسمح لاي حد تاني. جالي محمود، ما هو محمود ده اي حد تاني، فانا هسمح له. اتفقنا كده؟ اتفقنا. يبقى احنا كده فهمنا الهوست وفهمنا الاني، يعني اي حد. تعالى بقى نمنع نمسح كده الاكسس ليست دي عشان عايزين نعمل حاجه تانية. احنا قلنا اكسس ليست 10، هقول له نو. وبعدين هقول له نخش تحت الانترفيس كده على زيرو، وهقول له نو اي بي اكسس جروب 10 اللي كانت ان اكزit. كده هنرجع الشبكه بتاعتنا زي ما كانت تاني. تعالى كده نتست. تمام، الشبكه بتاعتنا زي الفل. لا انا في حاجه تانية عايز اوريها لك. انا في حاجه تانية عايز اوريها لك. تعالى نكريت اكسس ليست تانية. مثلا نمنع الراجل ده 1.13 ده. اكسس ليست 10 ديناي. كده هنكتب بقى ايه؟ هنبدا نكريت كامله ونفعلها مع بعض. ديناي هوست 192 168 1.13. تمام، وبعد كده هقول له بيرميت اني عشان الامبليسيت ديناي ما تطبقش. كده انا كريت الاكسس ليست. يلا نفعل الاكسس ليست. انترفيس جيج 0 على 0 على 0. هقول له اي بي اكسس جروب اللي كانت 10 وهي داخله لك. اوكي، احنا طبقناها على 1.13. فتعالى نبنج هنا. لا مش عاوز ده خالص، ثواني بس. تعالى نبنج هنا كده، اقول له بينج 192 168 1.1 destination host unreachable. تمام، تعالى نشوف الراجل ده بيبنج ولا لا. ده هيبنج. حلو قوي. يبقى كده الاكسس ليست اتطبقت على الراجل ده. تعالى انا عايز اوريك حاجه تانية بقى. 1.13 انا هبنج على 1.10. هبنج من هنا لهنا دوت 10. الله، ده بيبنج. يا عم انت بتضحك عليا وتقول لي ان الستاندرد اكسس ليست يمنع كله يسمح بكله. ما هي منعت بحاجه معينه وسمحت بحاجه معينه. لا، تعال اقول لك. هو الراجل ده لما حب يبنج الراجل ده، هل طلع هنا؟ لا ما طلعش هنا. الراجل ده
عمل بينج لاير 2. الراجل ده بينجد كده كده، هو عمل بينج لاير 2، عمل بينج عن طريق سويتش، عن طريق الماك ادرس تيبل بتاع السويتش. هو ما طلعش فوق، هو ما عملش بينج لاير 3، هو في ماك ادرس تيبل عند السويتش قال له ان بورت رقم واحد ده اسمه جهاز ايه، وبورت رقم أربعة ده جهاز بي. تمام. انت في نفس السبنت ماسك بتاعتي، خد بالك انا لو مسحت الجيت واي من هنا ومسحت الجيت واي من هنا هيبنج برضه، لانه ما راحش اصلا للجيت واي يساله، هو عمل ارب على السويتش، ترد بالماك ادرس بس خلاص فجاله هنا. عشان كده احنا عملنا بقى ايه، قلنا اتكلمنا على ايه، على الفيلان اكسس ليست، ما عشان احل المشكله دي. واتفقنا ان في حاجه اسمها بورت اكسس ليست، ان وانت داخل السويتش نفسه اوقعك عشان ما تروحش تبنج، عشان ما تروحش تعمل. انت فاهمني؟ فعايزك عشان لما تيجي تعمل اللاب ده وتلاقي الراجل ده بيبنج على ده، تفهم انه عمل بنج لاير 2 عن طريق اللاير 2، عن طريق السويتش، ما طلعش اصلا فوق، هو عمل بنجت كده. تمام. تمام. اوكي. ايه بقى حكاية اكسس ليست؟ هنشوف بس حاجة كده. 50 مثلا ديناي او بيرميت ايا كان. ايه بقى حكاية الادرس تو ماتش دي؟ الادرس تو ماتش دي يعني انا عاوز امنع مجموعة في نتورك او نتورك كاملة. يعني ايه مجموعة في نتورك او نتورك كاملة؟ يعني انا عندي شبكة اسمها 192 168 واحد دوت زيرو على سلاش 24. معلش بس حصلت مشكلة كده في الريكورد. طيب. آه، ايه بقى حكاية الادرس تو ماتش دي؟ احنا اتفقنا ان هي فكرة ان انا عندي مثلا نتورك اسمها 192 168 1.0 على 24. انا عاوز اسمح ب 10 اي بيات بس، او ب 20 اي بي، وامنع الباقي. هل منطقي ان انا اقعد اكتب ديناي هوست رقم واحد، ديناي هوست رقم اتنين، ديناي هوست رقم تلاتة؟ ايه ده؟ طب افرض انا سلاش 16 عاوز امنع 10000 اي بي، هقعد اكتب ديناي هوست 10000 مرة؟ لا. فهنا بقى جت فكرة الوايلد كارد ماسك. انا هقول لك حاجة، تمام، ودور عليها، عشان في كلام غلط بيتقال في الموضوع ده. هو بيقول، او هم بيقولوا، او بعض من الناس بتقول ان الوايلد كارد ماسك، سوري معلش، الوايلد كارد ماسك هو عكس السبنت ماسك. يعني ايه عكس السبنت ماسك؟ كتابته عكسه ماشي، لكن في الفعل بتاعه، في الاكشن بتاعه هو مش عكسه، في تأثيره هو مش عكسه. طالما هي كده كده عكسه، طب ليه ما استخدمناش السبنت ماسك اصلا؟ طالما ده بيأدي نفس الغرض، بس هي ايه، شقلبنا البتات، بس البيتس كده اتشقلبت، وهي هيشقلبوا هي اي بهدله. تمام. الوايلد كارد ماسك عكس السبنت ماسك في كتابته، بس مش في الوظيفه، ما بيأديش نفس الوظيفه. تعال نشرحها سوا واحده واحده وافهمك. بص، تعال نمسح الاكسس ليست بتاعتنا. احنا قلنا ان في اكسس ليست كانت اسمها 10، لا كانت 50، كانت 10. اه اللي فوق دي هعمل لها ايه؟ هعمل لها نو. ماشي. واخش على الانترفيس جيج 0 على 0 على 0. انا هخش هنا على الانترفيس اللي اسمها جيج 0 على 0 على 0. اوكي. المفروض هنا في 0، وهقول له نو اي بي اكسس جروب اللي كانت اسمها 10 وكانت عندك ان. احنا كده مسحنا كل حاجة ورجعنا حبايب وزي الفل. تعالى بقى افهمك فكرة يعني ايه الوايلد كارد ماسك. بيحدد مجموعة من الاي بيز، مش عكس السبنت ماسك. كتابته عكس السبنت ماسك، اتفقنا تمام. يعني ايه برضو عكس السبنت ماسك؟ في كتابته، مش انا الشبكة اللي اسمها 192 168.1.0 السبنت ماسك بتاعها كده، صح؟ اللي بيتقال بيقولك اطرح من 255 يطلع لك السبن، يطلع لك الوايرد كارد ماسك.
يعني ايه اطرح؟ 255 من 255 يبقى زيرو، والاوكتت التاني اطرح من التاني يبقى زيرو، والاوكتت التالت اللي هو ده اطرح من التالت ده يبقى زيرو. حلو، بعد كده اطرح زيرو من 255 يفضل كام؟ 255. والله الكلام ده غلط، هبين لك بقى ان الكلام ده غلط دلوقتي. بص، اكسس ليست رقم 50 انا هدي ناي. بص، 192 168 واحد دوت زيرو، ماشي. لو انا عايز امنع الشبكه كلها يبقى الفول بيتس، يبقى كل الوحايد، مش الشبكه دي على 24، الشبكه دي على 24 الوحايد بتاعتها فين؟ 255 صح؟ فانا عايز امنع كل الوحايد، فانا هعمل كده 0 دوت 0 دوت 0 دوت 255. كده انا منعت الشبكه كلها. ده الطبيعي اللي بيتقال مش كده؟ تعالى بقى. طيب، انترفيس جيج 0 على 0 على 0 اي بي اكسس جروب 50 ان. تعالى نشوف الراجل ده هيبنج ولا مش هيبنج. الراجل ده مش هيبنج، الراجل ده مش هيبنج. ليه؟ عشان انا منعت الشبكه كلها، حددت ان كل الشبكات، كل الاجهزه اللي في الشبكه دي يحصل لها ديناي. يحصل لها ايه؟ ديناي. طيب، تعالى نمنع او نمسح الكلام اللي احنا عاملينه ده. هقول له نو. اوكي، بص بقى اللي انا عايز اوريهولك واقول لك ان ده مش صح، او الكلام اللي بيتقال ده مش صح، ان الوايلد كارد ماسك عكس السبنت ماسك. غلط. اكسس ليست 50 ديناي. بقول لك ايه، تعالى نمنع الهوست ده والهوست ده وده وده ونسمح بالشبكه كلها. طب هعملها ازاي؟ هقول لك ديناي 192 168 دوت 1 دوت 10. عملت انا ايه كده؟ استنى، 0 دوت 0 دوت 0 دوت 3. ايه دوت 3 ده؟ هنا بقى البيت ماتش، هنا البيت ماتش 0 دوت 0 0 دوت 0 دوت 0 دوت 0 يعني ماتش على اول اي بي، على الاي بي ده بس. 0 دوت 0 دوت 0 دوت 1 يعني ماتش على 1 دوت 11. 0 0 دوت 2 ماتش على 1 دوت 12. 0 0 0 دوت 3 ماتش على 1 دوت 13. انتر. الراجل ده مش هيبنج. استنى، احنا عملنا ديناي. تعال نبرميت اني عشان ده ديناي. اكسس ليست 50 بيرميت. هنبرميت الباقي، احنا هنمنع دول بس. تعالى الراجل 1 دوت 10 المفروض ما يحصلش بينج، المفروض ان 1 دوت 14 ده يبينج. 192 168 1 دوت 14 اللي هو واحد ده هيبينج. طب تعالى اغير لك الاي بي ده، 1 دوت 10 ده هغيره لك. تعالى كده ديسكتوب اي بي كونفيج، خلي 1 دوت 5 وهوريك بقى هنا هيبينج. 1 دوت 5 عمل بينج. فهمت بقى فكره الوايلد كارد ماسك؟ الوايلد كارد ماسك مش عكس السبنت ماسك والله. اهو اديني خليته يبينج وعملت مجموعه معينه في وسط النتورك، شبكه كامله وفي وسطها خليت 4 اي بيهات ما يتكلموش والباقي كله يتكلم. فهمت؟ انا عارف ان الفيديو ده طول مني بس غصب عني والله، يعني هو طول كده غصب عني بس عشان تفهم فكره الوايلد كارد ماسك، انه مش عكس السبنت ماسك واللي بيتقال غلط. هو ممكن يكون بيقوله عشان مش عاوزك تشغل دماغك، بس انا عايز اديك المعلومه صح. يا عم يمكن تنفعك في حته تسال فيها في انترفيو ولا حاجه وتدعي لي ساعتها. تمام. فكده الوايلد كارد ماسك هو بيت ماتش. بيت ماتش. عارف لما بنكتب
اكسس ليست بيرميت هوست. عارف هوست دي يعني ايه؟ هوست دي يعني اديني بكتب 192 168 1.10 مثلا 4 اصفار. يعني ده بعينه، بعينه. تعرف لو عملت دوت واحد، يعني خد دوت 10 و دوت 11. عارف لو عملت دوت 2 و وهكذا. بس الوايلد كارد ماسك عشان تبقى فاهم لازم تمنع اي بيز 2 اس. يعني ما ينفعش تقول لي انا همنع 6 اي بيات بالوايلد كارد ماسك، مش هيتمنعوا. لازم عدد الاي بيز اللي يتمنع 2 اس. يعني انا لو عايز امنع 6 اي بيز اعمل ايه؟ هعملها على سطرين. سطر يمنع 4 اي بيز، والسطر التاني يمنع 2 اي بيز. هناخدهم ان شاء الله في النيمد اكسس ليست. يعني احنا خدنا النمبر ده طولنا شويه عشان فكره الوايلد كارد ماسك. هناخد بقى ايه؟ النيمد اكسس ليست. شكرا والسلام عليكم. إيه، اعذرني، انا اسف، حقك عليا ان الفيديو طول مني جدا بقى 26 دقيقة تقريبا. إيه، انا والله بس ما بحبش ابخل عليك بمعلومة، ما بحبش اكون عارف حاجة ما اقولهاش، ربنا يحاسبنا عليها يعني. وهو يا عم لما تخش انترفيو او اي حاجة تدعي لي. تمام. فحقك عليا، اعذرني، وهحاول ان شاء الله الفيديوز الجاية ما اعملش كده. إيه، وفي الاخر عايزك تكون عارف وفاكر دايما وان ليس للانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى. شكرا ليك، ذاكر كويس، اشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.